بالاضافه ان لازم برضه الناس تبقى فاهمه والوعي المواطنين، المواطن ما ينفعش ان هو يدخل يعمل شبكه لوحده لان هو بيأذي نفسه وبيأذي غيره. هو الاول حاجه ممكن يكسر الشبكه الرئيسيه ويضعف جهه يعني تضعف الخطوط اللي موجوده، بالاضافه ان هو ما يعمل توصيله غير مطابقه للمواصفات بتاثر على كفاءه الشبكه اللي موجوده، بالاضافه ان هو بيشتغل هو لو حصل حاجه زي كده او من هذا النوع ممكن يعمل تلوث للميه نفسها. فدي الحاجه الجزئيه الثانيه كمان ان لازم المواطن يبقى فاهم ان لما هو هيعمل كده احنا مش هنقدر نعرف الشبكه دي فين. يعني انا مش هقدر احدد يعني لازم اعمل كل كشف عشان اعرف الشبكه اللي هو عملها دي فين. واحد عمل هنا واحد عمل هنا، هعرف ازاي الشبكه فين؟ مش هقدر افتح خط الشارع كله اللي يبص الشبكات اللي هو التوصيلات اللي هو عملها دي. يعني كان لازم تحصل كارثه يا فندم عشان نعرف ان هو احنا طلبنا من شركه الميه الاعلان اول باول، عاملين جزء عمليات هذا الموضوع 24 ساعه، الاعلان اول باول عن المناطق اللي فيها مشاكل ميه سواء قطاع ميه او مناوبات، ويتم اعلانها على التلفزيون ال20 لابلاغ المواطن قبليها ونقول له ان الميه هتبقى مقطوعه مثلا في اصلاح لمده 3 ساعات في كذا، يبقى في اعلان واضح. وفي مناوبات ميه يعني نقدر نقطع ميه عن حتت عشان ندي حتت ثانيه، بس الميه عقبال ما ترجع مثلا ممكن ترجع عشان الميه مش كافيه، بالتالي الميه عشان ترجع ممكن تاخد 3-4 ساعات، وبعدين كمان عشان المواسير تتملي، وبعدين لما يجي اللي قبليك المره اللي قبليك يروح فاتح الطرمبات بتاعته فبرضه يشد ميه منك فتقعدي تتاخري كمان ساعه او ساعتين. فالموضوع مش يعني ما هوش بالسهوله. خزانات الميه الموجوده عندنا ما هياش كافيه لاحتياجات الميه اللي موجوده. ما تنسيش ان حصل في خلال ال5 سنوات اللي فاتوا تنميه عشوائيه في المنطقه في الجيزه خياليه، تضاعف الوحدات السكنيه اللي موجوده، وبالتالي دي كله اضعف الضغوط الموجوده على شبكه الميه. عفوا يا فندم، اذا كان رئيس هيئه شركه الميه غير قادر على العمل في المنطقه، ليه حضرتك ما طلبتش بتغييره او باقالته؟ هو مش حكايه غير قادر، هو ايه الامكانيات الموجوده عنده؟ ما خلينا بتكلم كلام منطقي. النهارده احنا بنتكلم على ميه مطلوبه، دي محتاجه تمويل ومحتاجه وقت عشان تخلص. مفيش يعني هم وصلوا من 6 اكتوبر لغايه حدائق الاهرام، كبروا المشروع، عملوا خط، وبالتالي حل المشكله. بس دي في خطط في الميزانيات وفي خطط معموله. ففي جزء هم شغالين فيه دلوقتي هيدخل حوالي 15000 تقريبا، انما الكلام ده عشان يتم هيبقى في شهر، يعني هينتهي على شهر 8. ده هم شغالين بقى فتره من قبل ما انا اجي حتى. في خطه